الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا ومولانا محمدًا رسول الله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة المسرفة أولاً بتقوى الله الكريم وطاعته، ولزوم أوامره وكثرة مخافته، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أما بعد، يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. ويقول عقبة بن عامر وهو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: ما النجاة يا رسول الله؟ ما النجاة يا رسول الله؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك. أيها الإخوة المؤمنون، خطبتنا الموحدة في جوامع الموصل لهذا اليوم بعنوان: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أيها الإخوة المؤمنون، مجتمعنا ونحن نعيش في أيام مشحونة بالسلبية، مشحونة بالأخبار السيئة، مشحونة بالذنوب والسيئات والمعاصي، مشحونة بالفتن، سواء في مجالسنا أو على مواقع التواصل الاجتماعي. وهذا أيها الإخوة المؤمنون مما يؤثر على قلب الإنسان ونفسيته. الأصل في المسلم أنه إنسان اجتماعي، يختلط مع الناس ويخالط الناس، يصبر على أذاهم، يتعاون معهم على البر والتقوى، هذا هو الأصل. لكن في أيام الفتن، إذا انتشر الفساد وكثر، فيشرع هنا العزلة. أيها الإخوة، العزلة ولو عزلة جزئية عن المجتمع، عزلة عن المعاصي والذنوب. لهذا قال الله سبحانه وتعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وهو يتكلم عن فتية أهل الكهف: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذا المعنى، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنمات
غنمات في شعاب الجبال يبتغي القطر، يهرب بدينه من الفتن، يهرب بدينه من الفتن. وسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول صراحة: اعتزل ما يؤذيك، أي شيء يؤذيك اعتزل، وابتغ خليلا ناصحا، وإذا أردت مشورة فعليك بمن يخاف الله. إذا أردت مشورة تستشير يعني، فعليك بمن يخاف الله تعالى. إذن اعتزل من يؤذيك، لأن الإنسان عنده طاقة، فإذا نفدت هذه الطاقة يعتزل. إذا كان عنده جار سيء أو قريب سيء أو صديق سيء يتعمد العدوان والقيل والقال، صاحب نوايا سيئة، إنسان لا يعتدل، ماذا تفعل؟ تهجر هجرا جميلا، هجر بدون عتاب، هجر بدون قطيعة 100%. نعم، تخفض مستوى العلاقات بينكما، تجعل العلاقة مقتصرة على السلام وعلى المجاملات فقط من دون تعمق في العلاقة. لماذا؟ لأنه سيء، حاشاكم، لأن هذا الإنسان سيء، ولا يعني إنسان صاحب طوية سيئة، حقد وحسد وبغضاء ومشاكل وقيل وقال إلى آخره. أيها الإخوة المؤمنون، المجتمع فيه نوعان من الناس: نوع بسيط، إنسان على حاله، إنسان على نيته، ولكن للأسف هذا النوع من الناس على هامش الحياة. وهناك نوع آخر من الناس يخطط ويكيد، ولكنه إنسان خبيث أجلكم الله، صاحب حقد وصاحب مكر. فخذ حذرك من هذا النوع من الناس، اترك هذا النوع من الناس حتى تعيش بهدوء، حتى تعيش بطمأنينة، حتى تعيش وأنت سليم البال خالي البال. أما إذا خالطت هذا النوع من الناس تعيش في قلق، سوف يأخذك ويلوثك ويلوث حياتك. أيها الإخوة المؤمنون، أو انتقلنا من مجالسنا ومجتمعاتنا إلى مواقع التواصل الاجتماعي، سوف نرى أشكالا من الناس. نرى من الناس في مواقع التواصل الاجتماعي من يدافع عن الدين ويدافع عن القيم ويدافع عن المبادئ، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى كثير، ونسأل الله تعالى أن يصحح نياتهم وأن يوفقهم. وهناك ثلة أخرى من الناس ينشرون الفساد وينشرون الرذيلة، ناس يحاربون الدين والقيم، يسمون عندنا أصحاب المحتوى الهابط. نعم، الحكومة تحارب هذا النوع من البشر وهذا النوع من المشتركين في مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن للأسف الموضوع انتشر كثيرا، الموضوع انتشر كثيرا وأصبح منتشرا على مستوى كبير. إذا كان هؤلاء يعتقدون أنهم أفلتوا من عقاب الدنيا، فإنهم لن يفلتوا من عقاب الله سبحانه وتعالى، لا في الدنيا ولا في الآخرة. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل كلمة تكتبها
مسجلة عند الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة المؤمنون، وهناك في مواقع التواصل الاجتماعي أيضا، نسأل الله العافية، بعض الناس يطبق أجندة فكرية وعقدية تفيد يعني المجتمعات الأخرى وتفيد أجندة أخرى، وهناك جهات أخرى مستفيدة من هذا الطرح الفكري وهذا الطرح العقائدي، نسأل الله العافية. فليعلموا أن الله سبحانه وتعالى مطلع على نياتهم، فإن الله تعالى يقول: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. يحسبون رب العالمين ما يعرفوا ما يسوون، وتحت أي جهة التي تدفعهم لكي يطرحوا هذا الطرح الفكري وهذا الطرح العقائدي. الله سبحانه وتعالى يعلمهم ويعلم دوافعهم. أيها الإخوة المؤمنون، وهناك شريحة واسعة من المجتمع، ترون هذا واضحا على مواقع التواصل الاجتماعي، همهم الحوارات الفارغة أجلكم الله، يريد أن يلهي الأمة، حوارات ونقاشات لا فائدة منها، وليتها كانت منضبطة بآداب الحوار، سب وشتم وتهجم، سب وشتم وتهجم، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. وهذا يرد وهذا يقول وهذا ينظر وهذا يحرر، والنتيجة صفرا، النتيجة صفر. لماذا؟ لأن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: ما جادلت عالما إلا وغلبته إلا وأفحمته، وما جادلني جاهل إلا وأفحمني. والله العظيم تجادل إنسانا وتتكلم مع إنسان لا يعلم كيف يكتب، كتابته الإملائية خطأ، أقول له: أنت تكتب خطأ، يقول: ولكني أفهم صحيح، ولكني أفهم صحيح. أقول له: أنت لا تعلم مسألة نحوية واحدة أو صرفية واحدة أو بلاغية واحدة، يقول: لا، أنا أعرف العقيدة وأعرف الفقه أحسن منك، ما أحتاج لا فقه، ما أحتاج يعني نحو ولا صرف ولا بلاغة. ويناطح العلماء. هذا هو الموجود في واقعنا أيها الإخوة المؤمنون، سب وشتم وتهجم، نسأل الله العافية، وغيبة ونميمة. وكثير من الناس يتفرج أيها الإخوة، ربما يؤيد يعني الطرف الجاهل، حاشاكم، لأنه أيضا لا يعلم. هذه كلها غيبة ونميمة. والله سبحانه وتعالى يقول: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الغيبة قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: إن رأيت إن كان فيه ما نقول، يعني هذا الشعب الآن عنه موجود به، هذه الصفة موجودة به. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. يعني بهتان، يعني كذب أجلكم الله، يعني فوق ما غيبة كذب، لأنه أنت تقول فيه صفة ليست فيه، تتهمه وتخرب سمعته بما ليس فيه، فهذا نسأل الله العافية هو البهتان عينه. الله سبحانه وتعالى نهانا يا أخوان، فقال تعالى يتكلم عن حال شريحة من الناس، شريحة سيئة جدا، يتكلم ويقول: ما سلككم في سقر؟
قالوا وكنا نخوض مع الخائضين. كثير من الناس في الجلسات المختلفة وفي مواقع التواصل الاجتماعي يخوض مع الخائضين. أصلا هو ما يعرف شنو السالفة ويخوض ويتكلم ويؤيد ويمنع. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا فقال عليه الصلاة والسلام لا يكن أحدكم إمعة. أنت تشوف الناس كلها أو 90% من هاي الجلسة تميل الرأي معين، أنت هم تميل معه، وجزء هو الباطل بعينه. لم تفكر هل هذه الكلمة حق أم باطل، لكن تفكر هل هذه الكلمة ترضي فلان أو فلان. لا يكن أحدكم إمعة، يقول أنا معه. شوف أي الطرف القوي أنا معه، شوف أنا مصلحتي وين أستفيد أنا معه. لا يكن أحدكم إمعة، إن أحسن الناس أحسن، وإن أساء الناس أساء. قل أنا حالي حالهم، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساء الناس أن لا تسيئوا. عشان عنده شخصيته، لأن هو يحاسب أمام الله تعالى، هو وحده يحاسب، ما يفيدك فلان وفلان. أنت تحاسب وتلقى الله سبحانه وتعالى وحدك. لهذا أوصانا الله تعالى فقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إذا شفت نفسك في جلسة من الجلسات، جلسة فارغة